السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، مرحبا. اليوم جاب لنا كليون حريف ان كليماتيزور 18000. هنا شوفوا الحالة تاعو، فيه برشا قطع باش تتبدل، اون بليس كومبرسور مضروب. نحاول باش نصلحوه ان شاء الله ونشارجوه باليكو 410. ان شاء الله تبع معنا بالمرحلة ان شاء الله. عندنا كليماتيزور اون بان نورمالمون، كومبرسور اون بان، عندنا كومبرسور مضروب. اما شوف الحالة تاع الكليماتيزور، فما برشا تصليح وبرشا نيتواياج وبرشا برشا قطع باش تتبدل. كاباسيتي كومبرسور فهمتني، وراو اسمعني برشا يسألوا فيا. بمثال هذا يمشي بالار 410 باش نعوضوه باليكو 410. رانا ما نبدلو شيء، رانا ننظفو السيركوي مليح ونحطو الكمبرسور متاعنا ونشارجو بليكو. كانوا ار 22 ولا 410 انت والكليما انت والكمبرسور فهمتني. وان شاء الله نعمل التجربة مع بعضنا وتستفيد الناس الكل ان شاء الله. اول حاجة عملناها كيما تلاحظوا، نحينا الكمبرسور المضروب اللي هو هنا. هذا كمبرسور مضروب. باش نكملو بقية الخدمة، نتواج السيركوي باش نركبو كومبرسور جديد على نظافة ان شاء الله. توا جبنا كومبرسور جديد نتاعنا اللي هو هذا باش نبدلوه بهذا فاسد. نتابعو العملية مع بعضنا ان شاء الله. باهي توا نتعدو المرحلة الأخرى. بعد ما بدلنا الكمبرسور جديد، ركبنا كومبرسور جديد ونظفنا الانتريور والاكستريور، عملنا مونتاج نتاع الانتريور على الاكستريور. باهي توا المرحلة الجاية متاعنا اللي هي ركبنا البومب باش نعملو الفيد، باش نفيدو السيركوي. كما نلاحظوا لهنا اني البريسيون في الزيرو، يلزمها بالبومب طابط للموا، طابط في الموان. هذه الكل فيد يعني من الزيرو لهنا، هذاك يتسمى فيد. بالبومب باش يهبط السيركوي لوطا. حلو نحنا يعني كما تلاحظوا توا ليقوي قاعد طايحة من الزيرو تمشي حتى للموا ونشوفوه. باهي رجعنا لكم. كما تلاحظوا هنا عملية تيراج فيد اللي فرغنا السيركوي من الهواء. كما تفهمنا هاني ليقوي في من الزيرو طابط للموان، معناها فيد صحيح. مانو ايطونش يلزم ايكو فريز مانو كما تلاحظوا. بون زاد ايطونش كيف هي. اهم عملية هي، اهم عملية اللي السيركوي نورمالمون مريقل هاك السيركوي. استنوا شوي باين ننتقلوا مرحلة الشارج. تو شارج غاز. بالنسبة للكليماتيزور هذا غاز نتاعو الأصلي اللي هو ار 410 ا، معناها ياكل في 2 كيلو و100 غرام. ار 410 ا باش نبدلوه وهذا المهم، هذه النقطة المهمة جدا اللي هي نحنا باش نبدلوه باليكو 410. يكو 410 اللي هو 2 كيلو و100 ار 410 ا، معناها باش نعوضوها باليكو 410 معناها يقابل معناها قرابة يعني كيلو ايكو 410. كيلو ايكو 410. نحنا هنا مش باش نستعملوا العبوة الكبيرة، نستعملوا العبوات الصغيرة اللي هي 350 غرام، معناها تقريبا 3 عبوات. باش نشحن الكليماتيزور هذا ب3 عبوات في 350 غرام ايكو 410 اللي هو كما تلاحظوا هما 3 عبوات. على باش نقوم بشحن الكليماتيزور نتاعنا ب3 عبوات ايكو 410 ايكو فريز 410 ايكو فريز. كما تلاحظوا لهنا اهي
هنا كيما نحسبو منها في 770 غرام في 3 تجي في الار 410 معناها تقابل 2 كيلو 100 هذيك اللي حاجتنا بها نحنا. هنا تقابل في 350 غرام ايكو 410. باش نبداو مرحلة الشحن ان شاء الله. تو بعد ما قمنا بإفراغ 3 عبوات كما قلنا، 3 عبوات ايكو 410 ايكو 410. تو باش نعملو عملية باش نكنترو على الفيت. باش عندنا ديتكتور دو فويت اللي هو قدام هذا ديتكتور دو فويت باش نكنترو على الفيت. السيركوي نرقل. تو بما انه المكيف يشتغل هنا يشتغل كمان عملية الشارج غاز بالايكو 410 كان ار 410 بدلناه ايكو 410 بكمية اقل من 2 كيلو 100. معناها استعملنا 2 كيلو 100 كان ياكل في 2 كيلو 100 ار 410 واستعملنا كيلو برك كيلو اكا هو يكفي باش يعوض نفس الكمية. معناها 2 كيلو 100 يعوضهم كيلو ايكو 410. تو باش نقارنو بيناتهم. عندنا في الكمبرسور القديم هنا سيدي في لومبيراج هنا مقيدين هاي 9.4 امبير هاي شي واضحة 9.4 امبير باش نشوفو نحنا بالشارج بتاعنا شنو ياك الكمبرسور قداش من امبيراج. نلاحظوا هنا اللي ركبنا نحنا هاني واضحة 3.9 معناها قريبة لل4 امبير. هاويني معناها مش وياك الامبيراج جملة. معناها فرق كبير. تلاحظوا هاي من 9.4 هنا وصلنا 3.9 معناها ان نورمال كونسوماسيون امبيكابل. هاو قدامكم هاويني 3. هنا هذيك كونسوماسيون تاع كعبة 12000 اللي هي تو هذيك كعبة 18000. شوف 18 قداش تاكل. روندمون امبيكابل. بصراحة غاز مش عادي. هنا عندنا البريسيون تاعنا كيف في 5.5. هنا حتى البريسيون مش قوية. التمبراتير دو فريون في 5 ديجري في الشيء الأخضر 5 ديجري. معناها لا مجال للمقارنة. تو باش نقيسو التمبيراتير دو سوفلاج باش نشوفو الكليماتيزور نتاعنا قداش يعطي التمبيراتير. كيما نشوفو لهنا 2 ديجري معناها بودة ياسر باردة ياسر. معناها الكليماتيزور نتاعنا مريقل 2 ديجري سلسيوس معناها امبيكابل. شوف هنا قداش باش يعطينا معناها 1 ديجري سلسيوس معناها بارد برشا معناها روندومون امبيكابل بالنسبة للكليماتيزور بالايكو ايكو 410 غاز مش عادي جملة.